ده اللي بيحصل لما تسيب النخبة السياسية بتاعتك تاخد قرارات نيابة عنك. على الورق بيبانوا كأنهم قرارات وسياسات أخلاقية ومعقولة، وبيبيعوها لك بالشكل ده كمان، لكن تحت السطح كلهم بيدوروا على مصالحهم الشخصية. أحيانا تنجح معاهم، وأحيانا بيبقوا متعصبين أيديولوجيا، وأحيانا حد بيدفع لهم شوية فلوس. بغض النظر عن كده، ده هو اللي بيغير الوضع القائم. من 20 سنة كان عادي جدا إنك تحمي حدودك، لكن حصل حاجة جوا أنظمتنا اتغيرت واتطورت، مش بشكل جذري على طول، لأن كل سياسة في وقتها ما كانتش جذرية، لكن لما تبص للصورة الكبيرة وتشوف الخط الزمني ل20 سنة، اللي احنا شايفينه النهاردة مختلف تماما وجذري عن اللي كان طبيعي من حوالي 20 سنة. وكل ده حصل لما الناس العادية ما ردتش على اللي كانت النخبة السياسية بتعمله. وده السبب اللي بيخلي الأنظمة بتتغير مع الوقت، لأنهم بيشتغلوا جوه قواعد اللعبة، لكن دايما بيطوروا نفسهم، دايما بيحسنوا نفسهم. فيه دايما عناصر جديدة بتدخل اللعبة وليهم مصالحهم الخاصة، ولو قدمنا 20 سنة لقدام الدنيا تبقى مختلفة تماما. ليه أنا بحكي لك كده؟ بص على ده، بص على ده. أنا بشوف فيديوهات أكتر وأكتر للستات بيشتكوا من الهجرة الجماعية. شوف الست البريطانية دي لسه راجعة من المحل بعد ما تهاجمت وتزعق لي من راجل اسود طويل وضخم وكان سكران جوا المحل، وقاعد يشتمني ويقول علي عنصرية وكلبة عشان أنا ما كنتش عايزاه يتكلم مع كلبي أو يقول له أي حاجة، وهو كان بيقول في المحل أنا مش فارق معايا أي حاجة. يعني فعلا تصرف محترم قوي. كل مرة بدخل فيها، آسفة، كل مرة بسيب فيها بيتي بيتعدي علي من واحد حقير برا. أيوة، مش حاسة بالأمان حتى لثانية واحدة. هنا مش قادرة أتمشى مع كلبي لوحدي من غير ما حد يناديني يا شرموطة بيضة أو يقول لي ممكن أمسك كاسك، زي الأسبوع اللي فات لما حد سألني ممكن أمارس الجنس معاكي وأنتي مثارة من واحد هندي غريب في الحديقة. يعني حتى مش قادرة أتمشى وأكون بأمان من غير ما حد يهاجمني وأرجع البيت وأنا مرعوبة بعد ما أخرج. حاجة بسيطة. في لندن في ستات تانية عندهم نفس المشاكل دي. بصراحة الناس دي محتاجين يتضربوا على وشهم فعلا. أنا تعبت من الموضوع ده. الست دي هي ست بيضة، يعني أكيد بتألف. خليني أوريك حاجة تانية، بص على ده. أنا متجوزة، شكرا. كتير سنين كتير. هو أنا بحبهم؟ أيوه. أنا بحبك. شكرا. لا لا لا. أنت مش محتاج اسمي، شكرا، يومك سعيد. تخيل كده دلوقتي هي مش هتلف تشوف هو بيعمل إيه. تخيل قد إيه هتكون مرعوب، هو لسه جاي ورايا، أنا مش عايز أستفزه إن ألف وأبصله في عينه. تخيل كده، ده الوضع الطبيعي الجديد يا جماعة. يا رب يا إلهي. وهو لسه مكسر عجلة، شال عجلة ورماها من الغضب. يا إلهي يا إلهي، أقسم بالله. شوارع لندن ده في عز النهار. يلا نشوف هتسميها إزاي، يلا نشوف لو هتقدر تتخطى الانقسام العرقي اللي اتفرض عليهم ده. أنا متأكد إن كل الوطنيين البريطانيين دول هيقفوا مع كل الوطنيين البريطانيين اللي بيتكلموا ضد الهجرة الجماعية دي، هيقفوا مع الست دي. هي بتتصرف زي ست بريطانية، هي ممكن تكون سودة بس ده مش مهم، بس الراجل ده هو اللي الوطنيين وكمان ناس كتير تانية، ناس عاقلة. أنا حتى مش عارف، أنا مش شايف إننا المفروض نسميهم أي حاجة، زي إنهم ناس عاقلة، ناس عندهم منطق. هم بيقولوا اللي عملوا السياسيين دول في شوارع الغرب لا يغتفر، لا يحتمل. يلا نشوف هي هتقول إيه. في عز النهار اضطريت أعدي الشارع 4 و5 مرات. واضح إن عنده مشاكل نفسية. مشاكل نفسية؟ يعني الموضوع ملوش علاقة هو جاي منين، أو مجرد مشاكل نفسية، يعني هي مشاكل نفسية وخلاص. وده ممكن يحصل لأي واحد أبيض هناك. طب ليه مش بنشوف الناس البيض دول بيتصرفوا كده؟ أنا مش بقول إن الناس البيض ما عندهمش مشاكل نفسية، كل الناس عندها مشاكل نفسية، بس مشكلة الشخص الغربي غير مشكلة الشخص اللي عايش في سيرنجيتي.
مش هو شاف ابنه أو أعز أصحابه بيتقطع حتت في هجوم هستيري بالسطور. عشان كده مشاكله النفسية مختلفة تماما عن مشاكلنا النفسية. أنا عمري ما شفت حد بيتقطع قدامي، يعني أنا عايش في ملبن، فخلي بالك من اللي بتتمناه. ممكن أشوف حاجة زي كده النهاردة بالليل، عشان إحنا جبنا عصابات سودانية كتير اللي بيعملوا كده، تقطيع تقطيع تقطيع، دمروا كل حاجة ومش ناويين يهدوا. بس كان لازم اعمل كده، كنت مركزة وفايقة، هو جه من ورايا جري. عارفة جو ويلسون أدهشني جدا في الحتة دي. كان سلاحي في ايدي. خليك جاهز. كان المفروض تقف مع الحركة المحافظة لو انضمت لحركة الوطنيين. ساعتها الوطنيين هيشوفوا إن أوكي، شوف إحنا مش عنصريين، إحنا مبسوطين نرحب بيكي. وكمان هتتعلمي وتقوي عزيمة الوطنيين لتحرير بلدهم من البرابرة اللي غزوها. الشوارع مش امان، الناس مش كويسين. دول مش ناس، دول غزاة، دول مش بتوعك. ده مش الواحد العادي اللي ساكن آخر الشارع، لا مش كده. خليك جاهز دايما عشان ما تضطرش تجهز نفسك فجأة. أعتقد يمكن ده اللي هم عليه، أعتقد إن ده اللي هيحرك البوصلة الأخلاقية بتاعتهم. يعني في الأول هيبدأوا يحسوا أوه في حاجة غلط. فكل الوطنيين دول والناس اللي بنسميهم اليمين المتطرف هم مش بيخترعوا الكلام ده، يعني فعلا في حاجة غلط في الشوارع. وبعدين هيبدأوا يتحركوا أكتر لما يشوفوا ليه دايما هم، وليه تقريبا عمرها ما بتكون هم التانيين. ساعتها هيفهموا. فهمت؟ وده اللحظة اللي هينضموا فيها للجانب اليمين المتطرف. ده قد إيه المجتمع البشري غبي، وده قد إيه بيتحرك ببطء، لأن طبعا في عوامل كتير داخلة في الموضوع. في ملايين من الناس ومش كلهم يقدروا يفكروا بنفس الطريقة. بس هو ده اللي بيحصل يا جماعة. خليك دايما جاهز عشان ما تضطرش تجهز نفسك كل مرة. خليك دايما جاهز، صح. يا له من حكمة عظيمة. لازم أشاركك خبر تاني، الخبر السيء ده اللي انتشر بشكل كبير من امبارح. بص على الست دي، إليزابيث جين روس، من 1988 لحد 2026. كانت أصغر مني، ست ليبرالية من جماعة الووك بجد. هي كانت ست من جماعة الووك. أنا بقول كده بس مش بقولها بقرة أو احتقار ليها، أنا حاسس إني وحش جدا. دي المرة الثالثة اللي بجيب سيرتها في نفس عدد الفيديوهات. الشرطة اليونانية لسه قابضين على اسمها دي، طالب لجوء أفغاني عنده 26 سنة بتهمة قتل الست الاسكتلندية اللي عندها 38 سنة، إليزابيث جين روس. هو قتلها لأنه كان فاكر إنها بتحاول تخلي صاحبته تعتنق المسيحية. واضح إنها تهمة ملفقة. إليزابيث جين كانت بتشتغل في منظمة مسيحية غير حكومية بتساعد اللاجئين في أثينا، يعني كانت من الناس دي. اللاجئين مرحب بيهم، كلنا بشر، يلا نساعد بعض، يسقط النظام الأبوي، يسقط تفوق البيض. هي كانت من الناس دي. ايه كانت نهايتها؟ أنا مش بقول كده بفرحة، أنا مش بقول كده بشماتة. أفكارها هي السبب في موتها. الثقافات ما بتختلطش. الثقافات هي نظام التشغيل اللي الناس شغال عليه. في يوم 18 يوليو واحد مشرد لاحظ ريحة وحشة جاية من مبنى مهجور في أثينا. جوه اكتشف جتة ليزا ملفوفة في قماشة ومحطوطة جوه شنطة سفر. فظيع. هو ده اللي بيحصل يا جماعة، هو ده اللي بيحصل. وبصوا، أنا بقالي سنين بغطي القصص دي عن اعتداءات جنسية من مهاجرين على الستات. عندي ملف كامل عن الموضوع ده، عندي مكتبة كاملة من الفيديوهات دي. وبصوا، الموضوع هيبقى وحش على الكل. شوفوا دي، ست مسلمة محجبة ومنقبة اتعرضت لهجوم من واحد شكله راجل بريطاني وقال لها شيل الحاجة دي من عليكي. ايه ده؟ طبعا أنا مش بدعم الكلام ده، بس هو ده الطريق اللي احنا رايحين له. هيبقى فيه اضطرابات اجتماعية. انت واحد ابن كلب يا صاحبي، واحد منكم مات، ما تقومش هخربها عليك، ما تقفش هخربها عليك. هخرمها عليك، ما تسيبنيش ميت. الست دي مرعوبة، مفروض ده ما يحصلش لأي حد. سيبني. اتفوا عليك يا كريس، آسف، هو أنا مش أختك؟ وعلى فكرة اللي وقف جنبها ده كمان مسلم. انتي كويسة؟
انت كويسه يا انسه؟ أيوه بص، هي بترتعش. قال لك ايه؟ كان بيشتم عليا عشان لبسي، كان بيشتم عليا عشان انا لابسه كده، وكان بيقول لي كده. اسف بس انا مش مفتقدك. لا 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 عادي، لا عادي. عادي، عايز انت تختار؟ كويس؟ انا كويس. بس ده اللي بيحصل يا جماعة. توقعوا إن الأحداث دي هتزيد. آخر فيديو اتفرجوا على ده. انت بتتكلم انجليزي؟ احنا مش من هنا، احنا من هولندا. انت من مالمو. ايوه. اخبار المدينه ايه؟ شوف أيوة، عاملة أخبارها إزاي إيه؟ بس. ايوه. ليه هي وحشه؟ دي ممله. مملة. ايوه. فين وادخل. انتي؟ تروح. ايوه، احنا بنعمل فلوج سفر عن في الحاله دي مالمو. امبارح كنا في كوبنهاجن، النهارده احنا في مالمو، وعايزين نعرف اذا كانت مدينه امنه مثلا ليكي كامراه تمشي لا، لوحدك هنا. الناس دول لسه سالونا اذا كنا عايزين نروح اوتيلو. انهي واحد؟ نو اللي على العجله. ايوه بجد؟ ايوه يعني الراجل افريقي الراجل بيضايقك؟ يعني. ايوه. ايوه. كمان جسدي ولا بس لا بالكلام؟ هتعملي كده. معاكسات لفظية دلوقتي. ولو قلتي لا زي ما قلتي لا للراجل ده، هنا بيقبلوا الرفض بشكل عام ولا بيتصرفوا بعدوانيه؟ ما قدرش ولا إيه؟ بيبقوا غاضبين. غاضبين. وبعدين اتعصب، قلت له ايه؟ لا كان بس كده زيك. يعني هو ده طبيعي في ملبن؟ ايوه. ليش؟ ده بيحصل في مالمو وبيحصل في لندن وبلجيكا. هي المجتمعات دي بس يا جماعة من 20 سنة بس كانوا أحسن أمثلة على كيفية بناء مجتمعات عظيمة، ودمروا كل ده في 20 سنة. والإجابات قدامنا على طول، احنا لسه موجودين، بعضنا لسه موجود يعني. أي حد عنده 40 سنة أو حواليها أو أكبر من كده فاكر الأيام الحلوة زمان.